تعالوا نغير ونعمل النودلز. طبق صيني بس حلو قوي وسهل جدا وما بياخدش وقت خالص ولا مجهود. هنحضر اول حاجة الصوص 3 معالق صويا صوص، هنحط عليهم معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة زيت اي نوع زيت، معلقة سكر، معلقتين كبار نشا. هنقلب ده كله مع بعض الاول، ندوب النشا. بعد كده هنزل عليهم ب3 معالق كبار كاتشب. بعد كده لو عايزينها سبايسي هنستعمل السراتشا صوص، ونقلب كويس قوي الخليط ده ونركنه على جنب. طبعا هنحتاج، انا هنا عاملاها بالجمبري علشان احنا كان صيام، بس انتم ممكن تعملوه بالفراخ باي حاجة متوفرة عندكم. هنحتاج هنا معلقة متوسطة، نقول متوسطة توم مفروم. يدوب اول ما هيبدأ التوم معانا ياخد لون هنزل عليه بالجمبري. انا الجمبري كنت متبلاه في ليمون وزيت زيتون وملح وكمون وشوية كزبرة صغيرين. هبدأ معلية النار وانا ايدي فيه بقلب علشان ما ينزلش مية، وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان الجمبري ما بياخدش وقت خالص. هنا الجمبري استوى، هشيله في طبق على جنب تاني. في نفس الطاسة بتاعتنا هنزل ببصلة متوسطة مقطعاها جوليان، هقلبها كويس، هديها لون يعني يدوب تدبل. هحط هنا ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود يعني. هنا محتاجة شوية زيت، زودت لها زيت. هنا ميزة الأكلة دي تقدروا تحطوا أي نوع خضار انتوا حابينه. انا بصراحة عشان ولادي ما بيحبوش الخضار فانا حطيت الحاجات اساسية، هو فلفل الوان بس، ما حطيتش حاجة تاني. يدوب هشوحه مع البصلة تقلبتين وانزل بعد كده بالجمبري تاني، ارجعه تاني بقى في الطاسة واقلب بقى كله ده مع بعض، البصل والفلفل الالوان والجمبري. طبعا احنا كل حاجة مستوية. هنزل بقى بالصوص اللي انا حضرته في الاول، اقلب برضو، اميكس كله مع بعض. هنا انا جبت النودلز، بس بصراحة هي كان وقتها صيام وانا يعني افتكرت بعد كده، فانا استعملت مكرونة سباكيتي عادي. هقلب بقى، احاول كل ده يدخل مع بعض بس كده، والاكلة بقيت جاهزة. هنغرفها دلوقتي في طبق. شايفين يا جماعة شكلها بجد تحفة تحفة، وطعمها تحفة جدا بجد، وعايزة اقول لكم ما خدتش وقت نهائي. وبالهنا والشفا.